أعزائي عاشقي اللغة العربية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أستاذ محمد رجب من قناة رجبيات. استكمالا للكورس اللي احنا بدأناه مع بعضينا، وكان كلامنا كله عن الجملة الاسمية في الحلقات السابقة. النهاردة بقى هنتكلموا عن نواحي تانية اللي هي الجملة الفعلية. أنا عارف إن الجملة الاسمية ما خلصتش لسه، لكن أنا عايز الطالب الصغير والطالب الكبير يبدأ يتعلم إزاي يحدد نوع جملته. الجملة يا اسمية يا فعلية، عشان يحط رصة الإعراب المظبوطة. فعشان كده هنبدأوا بإعراب الجملة الفعلية الجزء اللي فاضل لي. الجملة الفعلية بدايتها فعل. الفعل ده أشكال والوان، يعني في توزيعة من حيث الزمن، وفي توزيع الأفعال من حيث الصحيح والمعتل، وفي نوعية تانية يقول لك اللازم والمتعدي، وفي يقول لك مبني للمعلوم ومبني للمجهول. ايه ده كله ده؟ يبقى كده الافعال هتبقى اصناف كتيره، لكن انا كطالب لسه صغير عايز اتعلم اعراب الافعال، وبعد كده لما ابدا اخوض في الجمله الفعليه واعرابها ابدا اتعرف على اللازم والمتعدي والمبني للمجهول والمبني للمعلوم، وكل دي اصناف للافعال. لكن المسمى الاعرابي اللي انا ابدا اعرب واقول على اساسه اللي هي الناحية الزمنية. الناحية ايه؟ الزمنية. طيب مبدئيا كده مع بعضينا، الفعل من حيث الزمن 3 انواع، يا اما فعل ماضي، يا اما فعل امر، يا اما فعل مضارع. تمام، دي توزيعة زمنية. توزيعة زمنية يعني انا هتكلم وانا بعرب، ابدا اقول اعرابي وانا بتكلم. هل هو فعل ماضي اللي بعربه ده؟ هل هو فعل امر؟ هل هو فعل مضارع؟ ابدا اشوف. يعني ايه فعل ماضي؟ حدث، انتهى، بالبلدي حاجه حصلت وانتهى امرها. فلو قلت مثلا جاء المعلم، يبقى المعلم جاء في انه زمن؟ في زمن الماضي. جاء اهو، ابدا امسك اعراب جاء. جاء دي فعل ايه؟ هتقول لي فعل ماضي. جميل، ممتاز، حلو. ماله؟ مرفوع؟ لا. طب منصوب؟ لا. مجزوم؟ لا. امال فعل ماضي ماله؟ ده اللي هنبدا نتعلمه مع بعضينا. الفعل الماضي حكمه الاعرابي مبني، يبقى الافعال الماضيه كلها مبنيه. طب ايه كمان؟ الفعل له فاعل. الفعل له فاعل، مفيش فعل بالعمل شيطاني، فكل فعل يفعله فاعل. مين اللي جاء؟ المعلم. المعلم ده فاعل مرفوع. طب هل الفاعل هنا لازم يبقى موجود؟ لازم. مفيش جملة فعلية بدون فعل وفاعل. فجاء المعلم فعل ماضي مبني، وهنتعلمه مبني على ايه النهارده؟ والفاعل بتاعه. طيب الفعل الامر هو فعل هيحدث، يحدث بعد زمن التكلم. يعني ايه يا مستر يحدث بعد زمن التكلم؟ لما ربنا بيقول يا بني اقم الصلاة، اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هنا لما ربنا قال لنا أقم الصلاة، هو أنا أقمت الصلاة ولا لسه هعملها؟ لسه هعملها. فهو فعلا يحدث بعد الأمر، بعد صيغة التحدث. فأقول أقم الصلاة. عايز تحس من الكلمة إن هو بيأمرك أو بينصحك تعمل حاجة أو بيلزمك تعمل حاجة. أبدأ أعرب. أقم فعل أمر، تمام. ماله؟ مبني. يبقى الماضي مبني قاعدة ثابتة، الأمر مبني قاعدة ثابتة. محدش يقول ماضي مرفوع ولا أمر منصوب ولا أمر مجزوم، الكلام ده مفيش منه. الماضي مبني والأمر مبني. أقم. طب يا أستاذ مبني عليه؟ أقول لك اصبر شوية، اتعلم يعني إيه مبني. أقم الصلاة. طيب فين الفاعل؟ ما هو مش فعل شيطاني، اتفقنا لكل فعل فاعله. أقم، مين اللي أقم؟ أنت. يبقى هنا الفاعل مستتر، فاعل مستتر. تقديره ايه؟ لو انا حبيت اقدر الفاعل بضمير هقول تقديره انت. اقم انت، يبقى تقديره انت. طب اقيم ايه؟ الصلاة، دي مفعول به منصوب. بس تركيبة الجملة الفعلية واساسات الجملة الفعلية تطلع الفعل وفاعله، الفعل وفاعله. زي هنا قلنا جاء المعلم، كانت فعل وفاعل بس، مفيش مفعول، عادي، جملة صحيحة. طب أقم أنت الصلاة، فعل وفاعل ومفعول، الجملة صحيحة. فقد يأتي مفعول وقد لا يأتي، فأجزاء الجملة الفعلية الفعل والفاعل. تمام.
سيبنا الماضي وسيبنا الامر ورحنا للمضارع. المضارع فعل يبدأ بحروف اسمها حروف المضارعة. ايه حروف المضارعة؟ حروف كلمة آنيت، الهمزة والنون والياء والتاء. يعني ايه؟ يعني لازم المضارع يبدأ بدول. طب ايه كمان؟ المضارع يدل على استمرارية الحدث، يعني بيتقال دلوقتي وبيحصل دلوقتي ويستمر بعد زمن التكلم. فلما اقول مثلا اشرب الماء، اهي، يبقى مين اللي اشرب؟ انا اشرب، لسه بفعل الفعل. اشرب فعل مضارع مبني يا مستر؟ لا. طب مرفوع يا مستر؟ لا. طب منصوب؟ مالكش فيه. المضارع دلوقتي انا كطالب صغير او كبير اقول بس ده فعل مضارع واسكت. طب ليه؟ اصل المضارع ده قد يكون مبني يا عالم وقد يكون معرب. يلا ده الموضوع هيكبر. المضارع مبني في حالات ومعرب في حالات. يبقى معنى الكلام اعراب المضارع من غير سبب ما ينفعش. الفعل المضارع منه المبني ومنه المعرب، وهنستفيد له حصه لوحدها. طيب لو انا قلت اشرب يدل على الشرب اللي هو انا. طب يشرب هو، طب تشرب هي، طب نشرب نحن. يبقى قد يكون المضارع يا اوله همزه يا ياء يا تاء يا نون اللي هي حروف كلمة أنيته، ويدل على معنى الاستمرارية واستمرار الحدث. يبقى أنا دلوقتي أول ما أخش على جملة فعلية يعني بقى فاعل، أبدأ أصنف الفعل بتاعي، هل هو فعل ماضي أو فعل أمر أو فعل مضارع؟ الماضي حكمه الإعرابي مبني، الأمر مبني، المضارع منه المبني ومنه إيه؟ المعرب. طب أنا المفروض أحدد الزمنية في الأفعال. فأقول مثلا لطالب خرج الناس عصرا، فهقول له اعرب. يقول لي خرج مبتدأ. لا اوعى، الاول بص للبدايه. خرج دي فعل. ابدا بقى اشوف بقى خرج هنا فعل نوعه ايه؟ هل هو ماضي ولا امر ولا مضارع؟ لا يا مستر ده ماضي. ماضي. انا حفظتك كلمه ماضي ماله؟ مبني. طب مبني يعني اصبر. دي حلقات متسلسله كده بسيطه عشان نبدا نتعلم واحده واحده. يبقى خرج فعل ماضي مبني على ايه؟ نصبر. مين اللي خرج؟ الناس، يبقى فاعل مرفوع. جميل. الذي فعل الفعل هو الناس، فهو الفاعل. خلصنا. فواحد يقول لي ايه؟ عصرا مفعول به يا مستر. ليه؟ اوعى تستعجل وتحط الاساس غلط. خرج الناس عصرا، يبقى خرجوا امتى الناس؟ عصرا. لا دي اسمها ظرف منصوب، ظرف زمان منصوب. يعني مش كل فعل له مفعول، لا ده انت ومعنى الجمله. فخرج الناس عصرا. واحده تانية لما اقول لك ابني مسجدا، ابني تقول لي فعل ايه؟ لا ده مبتدا. لا نوع الجمله الاول. اوعى تستعجل قبل ما تعرب. ابني فعل امر ماله يا مستر؟ مبني. طب مبني عليه اصبر، ما تستعجلش. مين اللي ابني؟ انت، يبقى الفاعل ضمير مستتر. طب مسجدا مفعول به. هنا جاء فيه مفعول به، لان الذي اتبنى والذي وقع عليه فعل البناء هو المسجد، فالمسجد ده اعرابه مفعول به، فقد ياتي المفعول وقد لا ياتي. طيب لما اقول لك ياخذ الناس حقوقهم، واقول لك ياخذ اوله يه ياخذ يدل على استمراريه. يبقى ياخذ فعل مضارع. طب مال؟ اصبر. بدل ما اتعلمتش ما تقولش، لان الاعراب من غير سبب ما ينفعش. ياخذ فعل. طب مين اللي بياخذ الناس؟ يبقى فاعل مرفوع. طب حقوقهم مفعول به، لان اللي اتاخد هو الحقوق. يبقى ياخذوا ايه؟ حقوقهم، يبقى دي مفعول به. يبقى قد يكون الفعل فاعل، ده اساسي. المفعول قد ياتي ولا ياتي. الماضي مبني والامر مبني والمضارع منه المبني ومنه المعرب. ومش هنقول تكمله الاعراب الا لما نخلص سلسله اعراب الجمله الفعليه. ونشوفكم على خير في حلقه بناء الافعال الحلقه الجايه. وتابعونا على قناه رجبيات عشان نكمل اعرابنا ونتعلم الاعراب صح. والسلام عليكم ورحمه الله.